السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على اخر اخبار النادي الافريقي بين الميركاتو الشبان والصفقات الجديده خارج الميدان. نبداو بالجانب الرياضي، ونهايه النادي الافريقي تواصل دراسه عدد الملفات خلال الفتره الحاليه، من بين الاسماء المطروحه الحارس عبد السلام الحلاوي، وزاد المدافع فابريز زيغي، اضافه الى لاعب فرات السلطاني. الاداره مازال تدرس الملفات هذيا قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصه برغبه الفريق في تعزيز الرصيد البشري بعناصر قادره على تقديم الاضافه. كيف نحكيو على امكانيه توقيع عقد بين النادي الافريقي واللاعب غسان المحرسي، العقد لمده 3 سنوات في انتظار التاكيد في الساعات القادمه. بالنسبه للموهبه الشابه يوسف المختاري، بعد الفتره اللي قضاها في الاختبارات مع العملاق البافاري، دارت اخبار تقول انه اللاعب تم استدعائه لتدريبات مع الاكابر. الخبر هذا ماهوش صحيح، ويوسف حاليا في فتره راحه، يستنى في اتصاله وخبر جديد من المانيا، خاصه انه مستقبله مع البيان مازال ما تحسمش. وفي ملف اخر، تقارير صحفيه مصريه حكيت على وجود اتصالات بين النادي الافريقي واللاعب احمد الجفالي، لكن النادي الافريقي عنده شرط واضح، الفريق ما يحب يدفع حتى مبلغ مالي لانتدابه، بما انه اللاعب مطالب فسخ عقده مع الزمالك. الجفالي كانت عنده جلسه مع مسؤولي الزمالك من اجل انهاء العلاقه، خاصه انه اللاعب عنده مستحقات ماليه لدى الفريق المصري، وفي صوره الوصول لاتفاق نهائي بين جميع الاطراف نجموا نراو احمد الجفالي بقميص النادي الافريقي. الثنائي الدولي فراس شواط وعبد الموهب الشامخ يلتحقوا اليوم بتربص النادي الافريقي في قمر. زوز لاعبين باش يخضعوا لبرنامج اعداد خاص بما انهم ما تدربوش مع المجموعه خلال الاسبوع الماضي. الهدف هو الوصول لافضل جاهزيه قبل بدايه الموسم. نحكيو على تجديد الثقه في الشبان، وين النادي الافريقي واصل سياسه الاعتماد على ابناء النادي، حيث امن اللاعب عمار عبد الحق عقد احترافي لمده 5 سنوات. خطوه تاكد ثقه الاداره في المواهب الشابه، كيف وقع اللاعب ريان الجبالي عقد جديد يمتد ل5 سنوات. النادي الافريقي واصل في ذلك تامين مستقبل الفريق بالمواهب الصاعده. لهنا وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساش تخلي فولو باش يوصلك اخر الاخبار. السلام عليكم.